انا راكب عربيه مكيفه وهو راكب ميكروباص في عز الحر، ان انا كبيري ساعتين ونازل هو هيسوق 12 ساعه. طب انا ليه بكره السواقه؟ ودي كانت الكلمه فعلا، كنت بتنرفز اتعصب ممكن اتخانق. انا اللي كان بينرفزني ان انا انسان في الشارع، ما ينفعش يجي واحد سواق ميكروباص تاكسي يكسر عليا. انا واحد مواطن زيك في الشارع، ما ينفعش تعمل كده. كنت اتنرفز واتعصب وازعق، لان انا شايف ان انا وانت زي بعض، بس الحقيقه ان احنا مش زي بعض. الحقيقه اللي انا ادركتها، الواقع مش ادراكي عن الواقع، ان انا راكب عربيه مكيفه وهو راكب ميكروباص في عز الحر، ان انا كبيري ساعتين ونازل هو هيسوق 12 ساعه، ان انا قاعد مستريح وهو ممكن بيزعق وبيتخانق مع زباين. فوانس ان انا ادركت ان انا مش شايف الواقع وابتديت اشوف الواقع بشكل احسن، الغضب اللي كان بيبقى عندي لما واحد يكسر عليا ابتدى يتحول لشفقه. هو صعبان عليا، فانا قاعد مستريح، هو في عز الحر في الصيف، انا قاعد هروح وانزل، هو هيقعد 12 ساعه يسوق. فاول ما انا ادركت الادراك ده، الغضب اللي كان عندي اتحول لشفقه. بدل ما بقيت ازعق ولا اضرب بالكلاكس، بقيت اقول ايه؟ ربنا يعفو عنك، ربنا يسامحك، ربنا ييسر لك امرك. فاول حاجه ادراكي للواقع مش رؤيتي الشخصيه اثرت فيا نفسيا. فدي اول حاجه. اول ما انا ابتديت اعمل الكليك ده جوه الدماغ، ابتديت ادرك لا خلاص انا مش هتنرفز، مش هتعصب، انا ما عنديش مشاكل جامده. النقطه الثانيه، انا ما بحبش السواقه. طب ازاي احب السواقه؟ ابتديت اسمع كتب صوتيه، اوديو بوكس، واكتر كتاب انا عايز اسمعه ما اسمعوش الا وانا في العربيه. فاصبحت بدل ما انا متضايق ان انا هركب العربيه، انا مبسوط ان انا هركب العربيه. 3، كنتش